الا كنتي شي واحد اللي ظريف وما كيقدرش يقول لا ولا يجرح الناس وكيبغي ديما يدير الخير ويكون انسان مزيان، فهاد الفيديو لك. حتى انا كنت بحالك، حتى انا كنت كنضحي بوقتي وبراحتي على ود الناس. كنت انا هو داك خونا اللي كيجيو عنده فاش كيبغيو شي حاجه، وانا من نيتي كندير اللي في جهدي كامل باش نعاون الناس. ضحيت بوقتي وعانيت بزاف من اجل الناس، في المقابل ما خديتش منهم والو. حتى داك القبول والصداقه والحب ديال الناس ما خديتوش. كنت داير بحال شي بقره كيحلبوا منها وكيمشيو. الا كنتي حتى انت بحالي فاسمع وطبق هاد الحلول اللي غنقول لك. اول حاجه هي تعلم ترفض وتعلم تقول لا. ضروري خاصك تتعلم تقول لا. الناس اللي ضريفين بزاف الا طلبتي منهم شي حاجه ما كيقدروش يقولوا لا وكيقبلوا حيت خايفين من المشاعر ديال الناس الاخرين. يعني مثلا الا قال لك صاحبك يلا معايا لشي بلاصه وانت عيان وما قادرش، وتنوض تقول لي يلا وتصدق مضيع راحتك ووقتك حيت انت خايف تخسرو ولا يبقى فيه الحال، وهنا غتكون ضريت راسك انت. يعني مثلا في الخدمه جا عندك شي واحد ما كيعني لك والو وما عزيز عليك ما انت مسوق له، ويقول لك مثلا شد ليا بلاصتي اليوم في الخدمه وانت فعلا ما قادرش وعكزان، فهنا خاصك تقول له لا اسمح لي ما نقدرش. وحتى الا قال لك صاحبك اجي عاوني في شي حاجه وانت عندك شي خدمه ولا عيان، فهنا خاصك تقول له لا اسمح لي ما نقدرش، وما تخافش يتقلق عليك ولا يشدك حيت الا كان صاحبك ديال بصح غادي يفهمك. وهنا حتى انت خاصك تقدر شي واحد الا قال لك ما نقدرش نعاونك. ما تحسش بالذنب ملي تقول لشي واحد لا، حس بالذنب على راسك الا قلت لشي واحد على شي حاجه انت ما باغيهاش. ثاني حاجه حب الذات. باش تبغي راسك راه ماشي انانيه، راه الا ما بغيتيش راسك راه ما غتقدرش تبغي الاخرين. وهادشي بلا ما نهضروا على الاكتئاب والامراض النفسيه اللي غتجيك مع الوقت. بغي راسك وكون انت وراسك مصالحين وبيناتكم علاقه زوينه. عرف راسك وحاول تعيش مع راسك. وهذا الموضوع ديال تبغي راسك خاصو فيديو بوحدو، ولكن باش ما يجيش الفيديو طويل غنختصروا. قلل من الانتقاد الذاتي. شي مرات كيكون الانسان هو اكبر منتقد ديال راسو. الانسان اللي كينقص من القيمه ديال راسو الناس الاخرين كينقصوا منه. رد البال من داك الصوت الداخلي اللي كيجيب لك دوك الافكار اللي كتنقص منك، وركز على راسك واعطي قيمه لراسك. الا بغيتي دير شي حاجه ديرها وما تخافش من الراي ديال واحد اخر وما تخليش ياثر فيك. ملي تكون كتهضر مع راسك هضر بايجابيه واعطي لراسك قيمه. احترم الوقت ديالك، ما تضيعش وقتك حيت ملي كتخليه يضيع راك كتخلي اغلى حاجه عندك تمشي. بزاف الناس ما كيردوش البال لهادي. كدير مع شي واحد طلاقه وكيجي معطل وهذا الشيء كينقص الاحترام ديالك. هي حاجه عاديه بنادم يتعطل شي مره، ولكن الا شفتي شي واحد كيجي معطل بزاف المرات فهنا خاصك تدافع على راسك وتقول له راك كتعطل وانا كنبقى نتسنى ونضيع في وقتي. قول له المره الجايه الا كنتي غتعطل قولها لي قبل باش حتى انا نجي معطل. هنا هادشي اولا غينفعك انت وعاد غيعطيك الاحترام، حيت ملي غيشوفك بنادم كتقدر الوقت ديالك وما كيعجبكش الحال تسنى غيعطيك الاحترام. قدر وقتك وما تبقاش جالس كتسنى ميساج من شي حد وما تسناش شي واحد يعيط لك، تما اوتوماتيكمون غتزاد القيمه ديالك في العقل اللاواعي ديال الانسان الاخر. خاصك حتى انت ما تخليش شي واحد يتسناك، ديما جي في الوقت حيت هنا كتكتسب الاحترام. المهم دافع على وقتك واحترم الوقت ديال الاخرين. وقبل ما نساليو الفيديو خاصك تعرف بلا انت ولا انتي راك ما غاديش تقدر تبدل شخصيتك 180 درجه بين صباح وعشيه، وفي نفس الوقت ما يمكنش تبدل على الناس اللي دايرين بك 180 درجه بين صباح وعشيه. الا بغيتي تبدل خاصك شويه بشويه والا ما يقدروش يتقبلوا. خاصك تعرف بلا الظرافه والتعامل زوين بلا راه ماشي مشكله، ولكن المشكله هي الاستغلال ديال الناس للطيبوبه ديالك. واللي خاصك دير هو تتحكم في الطيبوبه والظرافات ديالك وما تضرش راسك على ود المشاعر ديال الناس الاخرين. يعني ما تحملش شي معاناه اللي تقدر تحبسها في اي لحظه. راه الا ما درتيش بحال هكا راه حتى واحد ما غيكون عنده معك، وفي الاخر الحياه ماشي زوينه. الناس غيزطموا عليك في اول فرصه غتجيهم. الا كنتي ظريف وكتسمع في حقك حتى حد ما غيحملك وكل شيء غيستغلك وكل شيء غيضحك عليك. وعمر شي حد غيرجع لك الخير اللي درتي فيه، فما تبقاش تخلي الناس يستغلوك. راك انت ولا انت اللي مسؤول على السعاده ديالك. وفي الاخر الا وصلت حتى لهنا فكنبغي نقول لك خويا اختي شكرا بزاف على الوقت ديالك. لايك وسبسكرايب وداك الجرس هكا غتكون دعمتيني بزاف.